بناء على طلب المشاهدين اللي مش موجودين، ده الجزء الثاني من سلسلة أخطر 5 شخصيات في العالم اللي هتشوفه النهاردة ده علشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. يعني يلا بينا على الجزء الثاني من أخطر شخصيات في التاريخ، وصاحب نصيب أول الحلقة الجاحد اللي مفيش منه 2، وده يتصنف أخطر شخصية في التاريخ، بابلو اسكوبار، الراجل اللي حكم بلد كاملة وهو أصلا مش رئيس. اسمع مني بقى يا صديقي، عشان لو في واحد في العالم يقدر يحول نفسه من ولد فقير لأسطورة، والأسطورة دي بترعب الحكومات نفسها، فهو بابلو اسكوبار، المعلم اللي اتولد في كولومبيا وسط فقر ما يعلم به الا ربنا. كان دايما شايف نفسه انه مش جاي يعيش عادي، يعني بدأ بأعمال صغيرة زي سرقة العربيات، تهريب بسيط، لعب في الشارع، بس دماغه كانت بتقول له لا، العب اللعب الكبير، مش عايز لعب الشارع ده. يعني لما دخل عالم التجارة الممنوعة الدنيا اتشقلبت. بابلو أسس أكبر شركة مردودها كان بيهز اقتصاد دول، كان بيجيب مليارات أسبوعيا، لدرجة إن مراته بنفسها قالت إنه كان بيحرق الفلوس حرفيا علشان يدفي بنته لما تكون سقعانة. الراجل سيطر على مدن كاملة، رشاوي بملايين، حروب مع الشرطة، وانفجارات كانت بتقلب البلد حرفيا. والأغرب بقى إنه كان بيبني بيوت وملاعب للفقراء عشان الناس تحبه وتخبيه من الشرطة، والشرطة كانت بتتحرك في صمت لأنها كانت عارفة كويس إنه عنده جيش من البشر ممكن يموت نفسه علشان. بابلو كان شايف نفسه روبن هود العصر، لكن الحقيقه انه كان مخلي البلد كلها في حاله حرب، سنين وهو هربان، سنين والجيش داير وراه، لحد ما تحدد مكانه بالتحديد على سطح بيت في مدلين سنه 1993. ودي كانت النهايه بالنسبه للمعلم بابلو، اتصفت القصه هناك. الخلاصه يا صديقي اللي عايزك تطلع بيها من الفيديو ده ان اسكوبار كان ذكي جدا وجريء ومخيف في نفس الوقت، بس في الاخر خلاص وما فضلش من اسطورته غير شويه صور وذكريات ملهاش اي قيمه. يعني بابلو كان فاكر ان الفلوس بتخلي الانسان اقوى، وان الخوف بيحمي، وان السيطره عمرها ما هتتكسر، بس الحقيقه ان اعظم حاجه وقعته ما كانتش الشرطه ولا الجيش ولا الحكومات، اللي وقعه كان غلطه صغيره جدا، انه افتكر نفسه اكبر من البلد كلها واكبر من الناس عموما. ودي كانت يا صديقي قصه بابلو اسكوبار. قول لي بقى لو تعرف حاجه عن بابلو اسكوبار اكتبها لنا في الكومنتات عشان نشارك الناس بيها. تاني أخطر شخصية في التاريخ آل تشابو، الثعلب اللي دوخ 3 دول وهرب مرتين. تخيل معايا كده واحد بيهرب من السجن مش مرة ولا 2، ده مجرم محترف، ده كابوس متحرك، واسمه لوحده كان بيرعب، اسمه جواكين آل تشابو. آل تشابو اتولد فقير جدا، أبوه كان مزارع بسيط والواد كان بيساعده وهو صغير يعني، لكن في المرحلة وهو بيكبر دماغه مشيت ناحية عالم تاني خالص، عالم بعيد عن الفقر، عالم الفلوس فيه سريعة جدا. بدأ برسائل صغيرة، بعدين تهريب، بعد كده دخل على شبكة كبيرة جدا. تخيل انه سيطر على ممرات تهريب على مستوى العالم، كان بيتفاوض مع حكومات، لا وكمان بيشتري ضباط ويتحرك في البلد وكأنه رئيس، وفي عز قوته اتقبض عليه. هنا المفروض القصة تخلص، لكن آل تشابو لا، هرب من السجن الاول وسط شوية هدوم. الناس قالت ممكن يكون بالصدفة، اتقبض عليه تاني، مفيش مشكلة، وهرب تاني. السجن الجديد بقى يا صديقي الامان كان فيه عالي جدا، يعني سوبر امان. فآل تشابو عمل ايه بقى؟ حفر نفق تحت السجن طوله 100 متر، في كهرباء وسكه يمشي فيها الموتوسيكل، وخرج منه كانه باشا الباشوات. يعني الراجل فعلا عمل لعبه صابوي في السجن. اتقبض عليه للمره الاخيره سنه 2016 واترحل لامريكا واتحكم عليه بالمؤبد. يعني يا صديقي آل تشابو ما كانش مجرد مجرم، ده كان ثعلب حقيقي بيعرف يهرب من اي فخ لحد ما مصيره جاله في الاخر. آل تشابو قضى حياته كلها بيهرب، مره من سجن، مره من نفق، مره من بلد لبلد، وهو في الحاله دي كان فاكر ان الهروب مهاره وانه اذكى من الدنيا كلها، لكن مع الوقت اتضح ان الهروب ده ماهوش تقدم ولا اي حاجه، ده تاجيل للحقيقه اللي هتقابلك مهما هربت. اتقبض عليه واترحل لامريكا واتحط في زنزانه انفرادي عمره ما كان يتخيل انه يعيش فيها. يعني مش امبراطور ولا زعيم ولا اسطوره، انما صديق الانسان لوحده قدام نتيجه اختياراته. قول لنا بقى لو تعرف اي حاجه عن آل تشابو اكتبها لنا في الكومنتات تحت. ثالث أخطر شخصية في التاريخ الكابوني، الراجل اللي أمريكا كلها كانت بتهمس باسمه، الكابوني، اسمه لوحده بيرعب المدينة كلها. الولد اللي اتولد في بروكلين في عيلة مهاجرة بسيطة جدا، يعني من الآخر كده اتجرجر على المرمطة من بدري، لا وكمان من صغره دخل عالم العصابات واشتغل حارس ومقاتل واشتغل راجل حماية، يعني اتمرمط حرفيا زي اللي بيقولك جايبها من تحت. وبعدين يا صديقي سافر شيكاغو، وهناك بقى صديقي كأنه اتولد من جديد. شيكاغو في العشرينات
المحلات كانت غابة والخمور وقتها ممنوعة، فالكابوني قال لك اللي ممنوع سعره أعلى، وبنى شبكة ضخمة جدا تبيع وتوزع وتسيطر على المدينة كلها. حروب عصابات، حروب عصابات، رشاوي كتير، عمليات كبيرة بالميات ويمكن بالألوف. ولكن يا صديقي الذكاء الحقيقي إنه كان عامل نفسه رجل أعمال ناجح جدا ومعاه شركات ومحلات ومكاتب. المدينة فضلت سنين تحت حكمه والشرطة نفسها كانت بتتحرك بحساب. لكن في الآخر اللي وقع الكابوني ما كانش جريمة، لا، كانت الضرايب. الحكومة مسكته في ورقة، تخيل تتمسك في ورقة بعد المصايب اللي عملتها دي كلها، ودخل السجن وصحته وقعت خالص ومات بعدها بكام سنة. يعني الكابوني اللي كان مرعب اتمسك في حتة ورقة. الكابوني اللي الرصاص كانت اللغة الوحيدة بالنسبة له اتمسك في غلطة ما يتمسكش فيها عيل صغير. يعني طول ما الناس تخاف منه تعمل له 1000 حساب. لكن دي أغرب نهاية حصلت لزعيم في التاريخ. ما ماتش في معركة ولا مات في مطاردة ولا حتى في مؤامرة ولا حتى اتخان. يا راجل تتمسك في ورقة. الكابوني انتهى بسبب المرض خلاه ينسى، يضعف ويفقد سيطرته خالص. يعني فقد سيطرته على عقله قبل جسمه. قعد آخر سنتين في حياته وهو مش فاكر هو مين أصلا، ولا هو كان بيعمل ايه، ولا الناس كانت بتجري وراه ليه. يعني أخطر شخصية في التاريخ ماتت وهي عندها زهايمر. قول لي بقى لو تعرف أي حاجة عن الكابوني اكتبها لنا في الكومنتات تحت. فرانك لوكاس أخطر رابع شخصية في التاريخ، الراجل اللي قلب تجارة الهيروين في أمريكا فوق دماغ الحكومة نفسها. فرانك لوكاس ما كانش مجرد تاجر مخدرات وخلاص، ده كان عقل وجرأة وطموح ملوش أي سقف. شفت رفاعي الدسوقي؟ لا، ده عدى بمراحل. اتولد في ولاية فقيرة جدا وشاف في حياته الحرمان من أول يوم فتح عينيه للدنيا. راح نيويورك وهناك شاف عالم المافيا على أصوله. يعني من الآخر كده دخل من أوسع أبواب. اشتغل تحت واحد من أخطر رجالة هارلي واتعلم منه كل حاجة لحد ما الراجل مات. ومن هنا بقى المعلم لوكاس مسك الضفة كلها. عمل ايه بقى؟ بكل بساطة نسف السوق كله، جاب البضاعة من فيتنام مباشر، جابها على طيارات من الجيش، من غير واسطة، من غير عصابات، من غير لعب كتير، احنا هنهزر. وباع انقى بودرة في البلد كلها وارخص من اسعار المنافسين. فبقى بالنسبة لهم الكابوس اللي بيناموا يصحوا يلاقوه قدامهم. الراجل ده عمل ملايين، بيته كان مليان فلوس في كل ركن. يعني تدخل هنا تلاقي مليون، تدخل هنا تلاقي سبيك الذهب، وكان عايش زي الملك. ولما اتقبض عليه كان سقوطه غير معلن، اتحكم عليه واتسجن وخرج بعد عمر طويل جدا، وكان في ناس ما تعرفش هو فين اصلا. نهاية فرانك لوكاس مات وهو كبير في السن، بعد ما فهم ان اي امبراطورية مهما كانت قوية بتقع لما صاحبها يفتكر انه اكبر من الدنيا. الخلاصة يا صديقي ان قوتك مش في اللي بتبنيه، قوتك في اللي تعرف تحافظ عليه، وخصوصا لو حافظت عليه من غير ما الدنيا تاكلك. ودي كانت نهاية فرانك لوكاس.